أهلا بيك في قناة كليبسو. النهاردة إحنا هنغوص في عالم فيلم أكشن وإثارة اسمه هانتر كيلر. بس خلي بالك في حرق للأحداث قدام، فاسترخي كده واقعد واستمتع بالرحلة. الفيلم بيبدأ بلحظة توتر الغواصة USS تومبا باي بتتبع الغواصة الروسية كونيج في بحر بارنتس. رغم إنها على بعد 400 ياردة بس من الهدف، الغواصة الأمريكية بتفضل متخفية. فجأة انفجار جامد بيهز USS تومبا باي، بس الطاقم بسرعة بياخد باله إنهم مش تحت هجوم من كونيج. الغواصة اللي بتهاجمهم مش معروفة وماشية فوقيهم وبتضرب. بيحاولوا يهربوا من التوربيد اللي جاي، بس مش بيلحقوا ينزلوا لعمق آمن في الوقت المناسب، والمقذوف بيضرب الغواصة تومبا باي. الأدميرال جون فيسك بيجيله خبر إن الغواصة تومبا باي مفقودة، وده شيء مقلق لأن أجهزة الاتصال شغالة ومفيش أي تقارير عن طقس وحش في المنطقة. الغواصة متأخرة ساعتين عن ميعاد التقرير. فيسك بيبلغ الأدميرال تشارلز دونيجان اللي كان قلقان أكتر بسبب التكنولوجيا السرية اللي جوه الغواصة. وهو بيصطاد جو جلاس بيوصل له اتصال بيطلب منه يستعد لرحلة هليكوبتر للقاعدة، وأول ما بيوصل بيكتشف إنه هيتولى قيادة الغواصة USS أركانساس. الضابط التنفيذي براين إدواردز بيديله ظرف فيه أوامر من الأسطول السادس. بعد ما بيبص جوه الظرف، الكابتن جو جلاس بيؤمر إدواردز إنه يرجع الطاقم علشان لازم يتحركوا فوراً. إدواردز بيقولوا إن الطاقم أخد أجازة يومين، وده هيخلي من الصعب يلاقوهم. جلاس بيرد عليه إنه هيساعده. غواصة جو جلاس بيجهزوها والتوربيدات بيتم تحميلها. هو بيدخل جوه علشان يراجع الطاقم والمعدات. جلاس بيعلن المهمة ليه. جلاس بيشرح المهمة، تحديد مكان الغواصة الحربية المفقودة، وبيوضح للطاقم أسلوب قيادته والتوقعات اللي لازم يلتزموا بيها. هو مش قائد تقليدي، وبيجهز نفسه إنه يضغط على الفريق للآخر علشان ينجز المهمة المطلوبة. الأدميرال فيسك بيجيله جين نوركويست من وكالة الأمن القومي، وبتبلغه إن لازم يبلغ الرئيس خلال ساعة. رغم إنها حاولت تجمع معلومات من البحرية، معرفتش توصل لحاجة. فيسك بيقولها إن في انفجارين تم رصدهم في شبه جزيرة كولا، بالظبط في المكان اللي الغواصة الأمريكية اختفت فيه. نوركويست بتكشف إنهم كانوا بيراقبوا تحركات الرئيس الروسي، واللي سافر للمكان ده مع فريق الأمن الشخصي بتاعه. وقتها كانت الانفجارات لسه حاصلة، وكان المفروض يقابل وزير الدفاع بتاعه دوروف. نروح على طاجيكستان. هناك في 4 من قوات نيفي سيلز بيعملوا تدريب. القائد بتاعهم هو بيمان، بيجروا التمرين، وبيقولوا لمارتينيلي يروح لمكان القناص، بس ما بيلحقش يوصل في الوقت وبيتاخد عليه لوم. بعدين القائد بيتسلم ورقة فيها أوامر يسافر على روسيا ويحقق في سبب اختفاء الغواصات، ويتابعوا تحركات الرئيس الروسي خطوة بخطوة. جلاس بيوصل له خبر من كوب إن الطاقم كله على متن الغواصة وكل حاجة جاهزة للانطلاق، وبيحاول يدي لجلاس عملة حظ علشان المهمة دي. بس جلاس بيرفض. هو دايما شايل عملة واحدة في جيبه، العملة اللي خدها من الغواصة السابقة بتاعته. دلوقتي USS أركانساس ماشية ناحية بحر بارنتس. جلاس بيؤمر بغمر الغواصة وتحديد العمق على 300 قدم. أول ما بيوصلوا لقاعدة بولياني البحرية، الرئيس الروسي زكارين بيقابل وزير الدفاع دوروف، اللي بيقولوا إن واشنطن تواصلت معاهم، وبيضيف إنهم ما ردوش لحد ما الرئيس يوصل. غواصات أركانساس بتتحرك وتوصل لمكان قريب 40 ميل من الساحل الروسي. جلاس بينبه الفريق إن ممكن ما يكونوش أول ناس في المنطقة، وبيؤمر بنشر جهاز سي سكان. بعدها الجهاز بيلقط حاجة، ولما بيقربوا بيكتشفوا حطام الغواصة الأمريكية وجثث الطاقم. جلاس بيؤمر خيمينيف يشغل السي سكان ناحية مقدمة الغواصة علشان يعرفوا سبب الضرر، ولما بيشوف بيلاقي فتحة ضخمة جدا، واضح إنها نتيجة هجوم بتوربيد. جلاس بيؤمر الطاقم يستعد لمواقع القتال، وبيطلب من جندي يكتب رسالة يبلغوا فيها إن تومبا باي هرقت بسبب هجوم من عدو. أثناء ما السيس كان شغال بيسمعوا صوت غريب جاي من فوق، من غير ما يعرفوا في غواصة روسية مجهزة بتوربيدات متخبية ومستنية تعمل فوضى. الروس بيطلقوا توربيدين، بس غواصة أركانساس بتتفاداهم باستخدام أجهزة التشويش. جلاس بيؤمر بالرد، بس الطاقم مش قادر يحدد مكان الغواصة المعادية بالظبط بسبب التشويش اللي على السطح. الغواصة الروسية بتتحرك بشكل استراتيجي وبتاخد مكان. الغواصة الروسية بتتنقل ما بين الجبال الجليدية، وبعد محاولات كتيرة علشان يحددوا مكانها، في الآخر بينجحوا يلقطوا موقعها وبيوجهوا توربيد للهدف.
وبينجح في ضرب الغواصة الروسية وتفجيرها بانفجار كبير. ورغم انهم دمروا الغواصة الروسية USS أركانساس، لسه ما خرجتش من الخطر، في توربيدين لسه جايين عليهم. جلاس بيفهم ان لازم يلاقوا خطة علشان يتفادوا الضرب، وبيقرر ينقل الغواصة لمكان USS تومبا باي. التوربيدات بتقرب وأركانساس بتنفذ مناورة حادة ناحية اليمين، اللي بيخلي التوربيدات تخبط في تومبا باي، بدلهم الانفجار الناتج بيكون قوي لدرجة انه تحس بيه من جوه أركانساس، وكان ممكن يبقى نهاية ليهم. لما بيعرفوا ان الغواصة بتاعتهم اتدمرت على ايد الامريكان، دوروف بيقترح على الرئيس الروسي انهم يردوا فورا، بس زكرين بيرفض وبيقول انه مش هيهاجم غير لما يتكلم مع الرئيس الامريكي الاول. في الوقت ده الرسالة من USS أركانساس بتوصل للأدميرال فيسك، اللي بتكشف إن تومبا باي اتهاجمت بشكل متعمد من الروس. الأدميرال تشارلز دونيجان بيدي الإذن لفيسك إنه يوجه أقرب مجموعة قتال بحرية، وبيبلغه كمان إنه فعلا بعت فرقة نيفي سيلز بقيادة الملازم بيل بيمان لروسيا علشان يعرفوا نيتهم إيه. وأثناء ما الطيارة ماشية فوق السحب والعواصف، فريق السيلز بيرمي العدة بتاعته من الطيارة، وكل واحد فيهم بينط واحد ورا التاني، وهم طايرين وسط السحب والعواصف والرعد حواليهم من كل ناحية. بينجحوا في الهبوط وبيتجهوا مباشرة للموقع اللي رايحين له. بياخدوا موقع آمن وبيبدأوا ينشروا جهاز مراقبة، لكن ما بيقدروش يلتقطوا صورة واضحة بسبب التشويش الكتير اللي في المنطقة. بعد شوية بيقدروا يلغوا التشويش وبيشوفوا دوروف اللي باين عليه ماشي في مهمة خاصة بيه. زكرين بيغضب لما يعرف إن المدمرة تم نشرها من غير إذنه. دوروف بيقول له إنهم ممكن يكونوا تحت هجوم، ولأسباب احتياطية هو قفل القاعدة وقطع الاتصالات كلها. وهنا زكرين بيفهم إن دوروف بيعمل انقلاب عسكري، وبيتم القبض عليه هو ورجالته وبيخرجوهم لبره وبيبدأوا في إعدام حراسه قدامه. فريق النيفي سيلز والأشخاص اللي بيراقبوا البث المباشر بيشوفوا كل ده، وبيتم إبلاغ الرئيس الأمريكي فورا إن دوروف ناوي يفتح حرب، وبيحاول يبان كأن الأمريكان هم اللي بدأوا. الأدميرال دونيجان بيقترح إنهم ما يسيبوش دوروف ياخد الأفضلية العسكرية، لكن نوركويست ليها رأي تاني، بتقول إنهم بيتعاملوا مع راجل طماع للسلطة، وإن دوروف مستني الأمريكان يهاجموا علشان يستخدم ده كذريعة. فيسك بيقترح إنهم ينقذوا الرئيس الروسي ويرجعوه موسكو علشان يستعيد منصبه وينهي النزاع، وبيقول إنهم أصلا عندهم فرقة على الأرض مستعدة. والرئيس الأمريكي بيأمر بتحريك أقرب أسطول حربي تحسبا لأي مواجهة، وبيتم تفعيل السيس كان تاني، والمرة دي بيلقطوا الغواصة الروسية كونيج. جلاس وفريقه بيتصدموا لما يشوفوا فتحة كبيرة في مقدمة الغواصة، واللي باين إنها ناتجة عن هجوم توربيد، بس USS تومبا باي أنكروا إن هما ضربوا عليها. وبعد ما قربوا فحصوا أكتر، اتضح إن الهجوم جه من غواصة روسية، وده معناه إن الغواصة اتدمرت عن قصد علشان يظهروا كأن الأمريكان هم اللي هجموها. جلاس بيكون مصر إنه ينقذ أي ناجين، بس فريقه مش بيكون متحمس للفكرة، لأنهم لسه شايفين إن كونيج هي السبب في موت زمايلهم، وبيخافوا إن الروس يردوا بعد ما غواصتهم اتفجرت. جلاس بيقول إن لو الروس ملهمش دخل كان زمانهم حاولوا ينقذوا كونيج من بدري، علشان كده جلاس بيأمر بإطلاق مركبة ميستيك علشان تقرب من الغواصة الروسية. بس التيارات المائية كانت قوية وبتصعب عملية الهبوط، ورغم كده ميستيك بتثبت نفسها في الغوص بنجاح، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا 3 ناجين روس في حالة حرجة بسبب البرد والتجمد. جلاس بيرحب بيهم على متن الغواصة وبيأمر بتقديم إسعافات فورية ليهم، وبيأمر كمان إن كابتن الغواصة الروسية يتعزل لوحده، وإنهم يعتبروا أسر حرب لحد ما يتقرر غير كده. وبعدين جلاس بيجتمع بفريقه وبيبلغهم إنه في مهمة جديدة جاية ليهم عشان يسافروا لقاعدة بوليارني المحمية بشدة علشان يلموا فرقة النيفي سيل وينقذوا الرئيس الروسية. بس التحدي الأكبر هو إنهم يوصلوا للمكان من غير ما حد يكتشفهم، ومهما كانوا حذرين هيحتاجوا مساعدة مرشد محلي. علشان كده جلاس بيروح لكابتن الغواصة الروسي اللي أنقذوه قبل كده ويطلب منه المساعدة، ورغم إن الكابتن كان مقتنع إن الأمريكان هم اللي دمروا غواصته، جلاس بيوريه دليل إن الانفجار جه من توربيد انطلق من داخل الغواصة نفسها، وبيطلب منه يعاونه في إنقاذ زكرين. الرئيس الكابتن أندروبوف بياخد السيطرة على الغواصة لأنه حافظ المنطقة دي كويس جدا. إدواردز بيتنرفز جدا من الخطة دي وبيشوفها متهورة، خصوصا إنهم هيكشفوا أسرار عسكرية، بس جلاس بيسر ويدي أندروبوف الصلاحية الكاملة وهم بيمروا من حقل ألغام.
كل الأجهزة متقفلة والعقل الوحيد اللي بيوجههم هو الكابتن، وبيعدوا من الخندق بأمان. وجلاس بيؤمر 2 من رجاله يستنوا علشان يسحبوا فريق السيل والرئيس الروسي بواسطة مركبة ميستيك. فريق النيفي سيل بيتجهز بالسلاح وينزلوا في المية بأدوات الغطس، ولما بيطلعوا على السطح يبتدوا يصفوا العدو واحد واحد، يتسلقوا الحيطة ويقتلوا 3 ويزرعوا متفجرات على الباب ويفجروه ويقتلوا اللي وراه. العدو بيبدأ يهاجم من كل ناحية، بس النيفي سيل عاملين زي سكواد بابجي مستخبين وبيصفوا الروس بكل هدوء. يمسكوا الرئيس ويتسلقوا السور ويزرعوا فخ، والفخ ينفجر ويروحوا مغطيين نفسهم. واحد فيهم يتقتل، يغطسوا في المية ويعوموا للناحية التانية، والشمس بتبدأ تطلع. الروس بيبدأوا يتحركوا وبيدخلوا عربيات كتير علشان يعملوا كمين للفريق، وهم معدين على كوبري قدام فرقة السيل. فجأة الجنود بيتفاجئوا بوابل من الرصاص ونيران رشاشات، بيضطروا يستخبوا ويتغطوا، لكن بيتحاصروا فجأة. الروس حواليهم بيبدأوا يقعوا واحد ورا التاني. فريق السيل بيشوف القناص بتاعهم واخد وضعه وبيصطاد الجنود الروس بدقة مرعبة، يستغلوا الفرصة ويدمروا العربيات اللي جاية عليهم. قبل ما يهربوا 2 من الجنود بيأمنوا الرئيس ويمشوا بيه ناحية ميستيك، بس وهم في السكة واحد فيهم بيتقتل. زكارين بيدخل الغواصة الصغيرة ويقعد جواها بأمان، والجندي التاني بيرجع تاني للشاطئ علشان ينقذ القناص اللي لسه محاصر. وفي نفس الوقت الغواصة USS أركانساس بتلقط صوت قوي، وأندروبوف بيتعرف عليه فورا. سفينة حربية روسية، سفينة بتبدأ تهاجم، وأندروبوف وجلاس لازم يشتغلوا مع بعض علشان ينجوا من الهجوم ده. الغواصة بتحاول تهرب من الملاحقة وبتنزل لأرضية البحر اللي بتأمنهم مؤقتا، بس برضه بتسبب أضرار للغواصة. والسفينة الحربية الروسية يفتشينكو بتقرب منهم أكتر وأكتر، وطاقم الغواصة ما عندوش خيار غير إنه يحارب. بس الكابتن أندروبوف بيطلب إنه يتواصل مع زمايله القدامى اللي على السفينة الحربية، لأنه هو اللي دربهم بنفسه. بيكلم كابتن يفتشينكو وبيقول له إنه على متن الغواصة الأمريكية وبيترجاه يوقف الهجوم. رغم كده دوروف بيؤمر يفتشينكو إنه يدمر الغواصة USS أركانساس، لكن كابتن يفتشينكو بيكسر الأوامر وبيوقف الهجوم. وفي آخر لحظات الفيلم جلاس بيتلقى أمر مباشر من الأدميرال دانيجن بإنه يفتح نار على يفتشينكو، وده بيخلق لحظة توتر قاتلة. بعدها على طول القاعدة البحرية بوليارني بتطلق صواريخ على USS أركانساس بتوجيه من دوروف، لكن يفتشينكو بيعترض الصواريخ قبل ما توصل لهدفها. وفي رد قوي السفينة الحربية بتطلق صواريخها على قاعدة بوليارني وبتدمرها تماما، بما فيها مركز قيادة دوروف. شكرا على المشاهدة. أراهن إن حتى فلاديمير بوتين ما قدرش يقاوم إنه يتفرج على الفيديو ده. ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك محتوى أكتر زيه، وشكرا ليك.